أهلا ومرحبا بكم. كيف ما عرفنا يعني مؤخرا وقع مشكل واحد يعني همجي جزائري في الدبلوماسية الجزائرية. كانوا في واحد الاجتماع، والاجتماع هذا يعني الدول اللي كانوا حاضرين فيه كلهم أيدوا بأن الناس اللي غادي يمثلوا المغرب يكونوا هما السفير في سانتا لوتشيا، والناس اللي يمثلوا الجنوب حتى هما مغاربة من الداخلة والعيون. لأن من قبل كان الجزائر كتمشي لهذا المجتمع، هذا المؤتمر، وكتدي معاها ناس من البوليزاريو بجوازات الجزائريين، كتقول له بأن هادو هما الممثلين الشرعيين للصحراء في المغرب. إذا هذه الدول كلها أيدت بأن هاد الممثلين آه، غادي يكونوا مغاربة بجوازات مغربية، يعني من الداخلة ومن العيون. وقام هذا اعتدى عليه قدام الناس، والسيد راه في المستشفى، محمد خمريشي في المستشفى. المغرب رفع شكاية للأمم المتحدة، وكانوا الناس يعني شهود هناك. كانوا تقريبا 20 شخص من دول مختلفة هم شهود. يعني الجزائر كذبات وقالت لك هذه مسرحية هزلية وكذا. واخا مسرحية هزلية، لو كانت مسرحية هزلية أولا المغرب ما غاديش يتقدم بشكاية للأمم المتحدة. لأن باش تقدم بشكاية للأمم المتحدة على أمر أنت اللي مخطئ فيه، هذا أساسا خطأ تقليدي، والمغرب ما يمكنش يوقع في أخطاء تقليدية من هذا الشكل. إذا المغرب استدعى القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية. شوفوا الخبر اللي كتشوفوا: الجزائر تصعد ضد المغرب وتستدعي السفير المغربي. يعني في الشهر هذا هذه ثاني مرة المغرب كتستدعي السفير الجزائري، والجزائر توقع بنفس الشيء. المغرب تستدعي هذه المرة، والجزائر تقوم بنفس الشيء. يعني الجزائر تخلق المشاكل، والمغرب يحتج وهم يحتجوا. يعني والله ما فهم، يعني ما فهمناش يعني الجزائر فين ماشية بالسياسة المراهقة هذه. هذه سياسة مراهقة. استدعت وزارة الشؤون المغاربية الخارجية سفير المغرب هناك الحسن عبد الخالق اليوم السبت للاحتجاج على ما سمته اعتداء كان ضحيته دبلوماسي جزائري. دابا ولا الضحية هو الدبلوماسي الجزائري ماشي المغربي. سبحان الله، شكون اللي كان منشور في الأرض؟ وارتأت الجزائر أن ترد بالمثل غير مع المغرب. فاش فرنسا كتمسح بكم من الارض كتبوسوا لها يدها. كتعجبكم الريحه ديال جدكم الفرنساوي؟ ها. وارتأت الجزائر أن ترد بالمثل بعد استدعاء السفير المغربي بالجزائر ردا على الاستدعاء الخارجي المغربي للقائم بأعمال السفارة الجزائرية بعد الاعتداء على الدبلوماسي المغربي محمد علي الخمريشي نائب السفير المغربي بسانتا لوسي. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي